أسوأ قرار في الإدارة مش القرار الغلط، لكن إنك تستنى لحد القرار ما يكون مؤلم. شركة خدمات كانت ماشية كويس، الأرقام بدأت تنزل شهر ولا شهر، الإدارة شايفة المشكلة لكن مستنية يمكن السوق يتحسن، يمكن الموظف يتظبط، أو يمكن الدنيا تعدي. بعد سنة انتظار الخسارة كبرت والكاش اتاكل، والقرار اللي كان سهل بقى مكلف ومؤلم. التأخير ما كانش محايدة، كان اختيار غلط في الإدارة. عدم اتخاذ القرار قرار غالبا بتكلف أكتر من القرار الغلط. التبديل بدري بيحافظ على الفريق، والتبديل المتأخر بيضيع الماتش. في الكورة المدرب شايف لاعب تعبان بس مستني آخر 5 دقايق، اللاعب ملحقش يفرق والماتش خلص. المدرب الشاطر بيبدل بس قبل ما النتيجة تضيع. في الاستشارات كتير من المشاكل ما كانتش محتاجة عبقرية، لكن كانت محتاجة قرار في وقته. الفرق بين مشروع نجح ومشروع وقع كان التوقيت مش الذكاء. لو شايف مشكلة ومأجل القرار على أمل إنها تتحل لوحدها، كلمة دلوقتي ممكن توفر خسارة أكبر بكتير. لو عاوز قرار محسوب في وقته كلمني ونلحقها. أنا الدكتور أحمد أبو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك إزاي تلعبها صح.